بيقول لي إذا كان الدخل الشهري لمجموعة من العمال مكون من 500 عامل يتبع توزيع طبيعي متوسط، وده اللي يهمك الأول. المتوسط يعني اميو ب 180، اكتبها يا أولاد أهي، اميو ب 180، وانحراف معياري سيجما بيساوي 15. فإن عدد العمال الذي يقل دخلهم عن، يعني هي المفروض تبقى لام س أقل من 198. دي قلت لك في المسائل دي امسك الآلة الحاسبة الشاطر كده زي ما علمتك ادام يختار وريح دماغك. هنضغط على مود، ما هي قلنا كتير، مود وبعدين 3 وبعدين اي سي وبعدين استدعي شيفت 1 5. هنختار ايه؟ انت قلت كلمة اقل، يبقى نختار البي، بي على رقم 1 اهو، فتحة قوس. التحويل عبارة عن ايه؟ قيمة س ناقص ميو على سيجما، فانت هتفتح قوس تاني قيمة س، يعني هنفتح قوس تاني اهو، قيمة س كانت كام؟ 198، يعني 1 9 8 نقص ميو، ميو اهي اهي انا جبتها لك ب 18 ولا لا 180، ب 180. اقفل القوس، عايز اكتب على، هتروح على المربعين ده اهم هي اللي تعمل لك على كام؟ على سيجما 15، على 15، واقفل القوس الكبير وقول لها يساوي. تمام، طلع الرقم ده. الرقم دي مش في الاختيارات لانه عايز منك عدد العمال، يبقى انت هتضرب في 500 وهي لسه موجوده في 500 اللي هم 500 عامل، قول لها يساوي. طلعت 442 و4 من 10، 442 و4 من 10، يبقى انت هتاخد الاجابه دي 442 اهي. طب يا مستر 2 من 10 ايه؟ هتاخد راجل عند الركبه ولا ايه؟ مفيش هنا تقريب، الاربعه ما تجربش، يبقى 442 دي الاجابه الايه؟ الاجابه الصح. طيب تعال نشوف المساله اللي بعديها. المساله اللي بعديها دي خلي بالك، دي مقالي بقى مع احترامي لك يا مستر، لا لازم تنحل بقى، ده عليها درجتين. بيقول لي اذا كان احتمال نجاح طالب في ماده رياضيات، اعتبر الرياضيات دي لام الف، يبقى لام الف دي بتساوي كام؟ 74%. ماشي. واحتمال نجاحه في مادة التاريخ 69، اعتبرها لام ب، يبقى لام ب بتساوي 69%. اجرى كويس. واحتمال نجاحه في احدهما مع كلمة على الاقل، يبقى دي الاتحاد، يبقى لام الف اتحاد ب، لام الف اتحاد ب مديهولك بكام؟ ب 88%. طالب منك احتمال النجاح في المادتين معا، يعني عايز التقاطع. التقاطع هتروح اهو اكتبه اهو، لام الف تقاطع ب عباره عن لام الف اللي هي بكام؟ 74%، زائد لام ب اللي هي 69%، ناقص الاتحاد اللي هو 88%. اعملها هتطلع 5